مساء الخير ومرحبا بكم في الوصفة تاع اليوم. جبت لكم وصفة تاع كروكي معسل ومحشي بالكاوكاو وحلوة الترك. يجي هاد الكروكي يجي يذوب في الفم وبنته هيلة. ان شاء الله تجربوا الوصفة ومتأكدة رايحة تنال اعجابكم. ارواحوا معايا نشوفوا طريقة التحضير. بالنسبة للمكونات اللي راح نستحقوهم الكروكي تاعنا، عندي نص كاس تاع الزيت، حوالي 10 مغارف كبار، مغرفة كبيرة مايزينا، ونص كاس تاع السكر، حوالي 5 مغارف يكونوا معمرين، باكي تخميرة الحلوى، 2 حبات بيض، لافاني ومبشور الليمون، كمية تاع فرينة نجمع بها العجينة، وعندي للحشو كاوكاو محمص ومرحي رقيق. بسم الله، راح نبدا نحط البيض تاعي، 2 حبات تاع البيض، نزيد عليهم نص كاس تاع السكر، قلت لكم بالتقريب 5 مغارف يكونوا معمرين، رشه تاع ملح، نخلطهم مليح حتى يذوب السكر ونتحصل على خليط يكون ابيض. هكذا هنا راح نزيد كميه تاع الزيت، قلت لكم نص كاس، يجيكم حوالي 10 مغارف كبار. نزيد لافاني مبشور ليمون، مغرفة كبيرة مايزينا، نكمل نخلط كلش، نتوقف هنا. راح نحي من هذا الخليط واحد 2 مغارف كبار، راح نخدمه به الحشو، وهذا راح نضيف له الفرينة مع لا ليفور شيميك، كيس تاع خميرة الحلوى، نقعد نضيف حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة وميمطون تكون طرية شوية. هذا هو القوام تاع العجينة تاعي، نحطها بجهة ونجي نحضر الحشو. هذاك اللي نحينا 2 مغارف، راح نبدا نزيد الكاوكاو، وهنا زدت شويه حلوة الترك، حوالي مغرفة كبيرة، تعطيلو بنة هايلة، يعني تقدروا تستغنوا عليها ماشي لازم، يعني برك كاضافه. نقعد نزيد في الكاوكاو حتى يتلم لي هذا الحشو. هاوليك القوام تاعو، شوفوا انا نحبس نقسم العجينة تاعي على 2، الاخرى راح نغطيها حتى نكمل نخدم هذه. ندير هكا بودة وندير نطبها في الوسط كيما نديروا المقروط. الحشو تاني نقسمه على 2، كيف كيف نديروا هكا بودة طويل ونحطوه في الوسط. نغلق مليح العجينة تاعي، كم تشوفوا شغل كيما لا ميم فاصون كيما نديروا المقروط. نغلق مليح، نسقمها، نحطها. انا وجدت سنيوه تاعي، درت لها بابي كويسون وشعلت الفوغ تاعي يسخن على 150 هكاك درجه. ندهنه كامل بالبياض تاع البيض باش نرش عليه. عندي هنا كاوكاو محمص ومرحي بقشورو، من الاحسن بقشورو، انا اللي درتوه هنا ماهوش بالقشور، صح نتوما ديروا من الاحسن بالقشور. هكذا وندخلو يطيب على 150 درجه. بعد هنا البنات ما طاب لي مليح الكروكي تاعي، طاب من التحت ومن بعد زدت شعلتلو يتحمر شويه من الفوق، غير خرجتوه هو سخون كيما شفتوني، عسلته مباشره، فرغت عليه العسل، خليته تشرب هذاك العسل ملاح، رشيت عليه بشويه سكر ناعم من الفوق. وهنا هاوليك الكروكي تاعي بعد ما قطعته، شوفوا الشكل تاعو يجي يشهي، يجي يذوب في الفم هايل البنات. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس. بقى لي غنقول لكم الى اللقاء، نتلاقاو في الوصفه القادمه، مع السلامه.